رمضان جانا اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان رما رمضان جه يا ولاد، وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل حبايبكم بألف خير. ربنا يحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه، ويجعلوا رمضان الخير والبركة عليكم والسعادة يا رب العالمين. ويا رب اللي يحط لايك يريح باله ويحقق له كل أحلامه. يلا بقى نجهز مع بعض واوريكم انا عملت ايه يوم وقفة رمضان. في وقفة رمضان اليوم اللي هو قبل يوم رمضان ده بيحصل فيه تفاصيل كتير خالص، وهي حاجات بتفرح وبتفكرنا بأيام زمان وأيام الطفولة. يلا بينا نجهز مع بعض. انا بقى هنا اليوم ده بعد تروقات كتير وتروقات عميقة رتبت كده المكتبة بتاع التلفزيون ورصيت عليها الفوانيس، وكان في فوانيس تانية بس العيال كانوا بيلعبوا بيها، اللي هي الفوانيس اللي هي بتاع السنة دي بقى بتاع السنة اللي فاتت. والهلال ده انا اللي عاملاه بكرتون بتاع التورته اللي هي القاعده بتاع التورته دي. كنت عاملاه هلال وعملت نجمه وعملته في اللين كده، وهو بقى شكله حلو. انا سألت عليه بره كان ب45 جنيه، فقلت انا اعمله اللي هو بالشكل ده، وعملت له بقى اللي هي الشراشيب الصغيره دي، ولزقته بلزق دبل فيس. كنت جايبه بقرة عشان الزق بقى الحاجات، وكنت عايزه الزقه زي ما انا قلت لكم. دي قعدت تورته وعملتها بشكل هلالي كده بطبق عندي او بحاجه مدوره، وعملت شكل النجمه دي على ايدي، وعملت الشراشيب دي كده من بتاع ساتان كان عندي ملفوفه على التورته، كان مربوط كده بالتورتايه. وده بتاع رمضان بقار ستيكر كده، ما شلتش اللزقه بتاعته كلها عشان لو لزقت كلها على الحيطه لما نيجي نشيله هيكون في ورق على الحيطه وهيتقطع وهيبوظ. فانا شلت حاجات بس بسيطه منه اللي هو يلزقه، وسبت الستيكر زي ما هو بالورقة اللي ورا كده احسن، علشان لما نيجي نشيل ما يكونش فيه اثار. وعملت دبل فيس على السجادة بتاع الصلاة بتاع مكة. بتاع مكة بنتي كانت جدتها اللي هي مامتي كانت في السعودية وجايبها لها، وشكلها حلو قوي فعلقتها كده بالشكل ده. وكمان كان في ستيكر عندي بتاع رمضان مكتوب عليها رمضان احلى، رمضان في مصر حاجة تانية برضو علقتها، وكنت لزقتها قصدي، وكنت غاسلة الكسوات بتاع المخدات اللي هي بتاع الانتريه دي اللي هي اللي اسمها ايه، مش عارفة بيقولوا عليها بقى شلتة ولا إيه، مش عارفة بيقولوا عليها ايه، بس اللي هي الاسفنجة دي. وركبتها تاني بعد لما غسلتها ونشفت، ركبتها عشان تبقى على النظافة كده. والمخدات دي كنت غسلاها وسبتها تنشف برضو، سبتها 3 ايام تنشف علشان الفايبر اللي فيها ينشف. وجبت الكسوات بتاع رمضان دي كانت الاتنين ب35. فرحت قوي لاني كنت سامعة الاتنين ب50 جنيه، فقلت حلوة يعني. فركبت بقى اللي هي الرصاصي دي برضو بتاع الكنبة الكبيرة اللي هما الاتنين مع بعض. وكنست الصلاة كنسة حلوة كده. هي الشقة نضيفة ما شاء الله، بس كنست اللي هي مكان الورق اللي انا قطعته والحاجات دي. وحطيت على السجادة حاجة حافظة كده علشان ما تتوسخش، عشان كنت غسلاها الشهر اللي فات. فبحط دفايات عندي قديمة كده بحطها عليه، شكلها حلو بس بحطها عليه. علقت بقى الزينة، وكمان علقت فرع النور ده. وكان عندي ستيكر كبير اللي هو الازرق ده مكتوب عليها رمضان كريم، وعليه الاشخاص الرمضانية دي لزقتها كده. ده مشمع مش جلد، وكان عامل 25 جنيه. وحطيت بقى الفرع النور ده، وعلقت الزينة الحلوة دي انا اللي علقتها بالليل كده بعد لما العيال ناموا. والستيكر ده كمان عملته زي بقال، ما شلتش اللزق كله. ودخلت بقى حسيت بجو رمضاني كده، ودخلت علشان اجهز السحور. كان الساعة 2، وقعدت بقى اجهز السحور كده في رواقة كده والبنات نايمين. ده سحور اول يوم رمضان، اول سحور لينا، فلازم يكون حاجة كده
نتقوى بيها، وكمان مش لازم يكونوا كذا صنف. اهم حاجة نشبع ونقول الحمد لله على اي حاجة موجودة، لو صنف واحد او اتنين كفاية الحمد لله. بس انا حبيت اعمل كذا صنف علشان ده اول سحور، وكمان علشان الواحد نفسه تتفتح كده وياكل ويشبع، وتاني يوم ما يكونش جعان او عطشان وما نحسش بالصيام خالص. فهنا بقى كنت عاملة فول وخزنته، قصدي فرزته بقى ايه في الاكياس كده، قسمته كل كيس على حبة ايه، عملت يجي 7 اكياس كانوا اقل من كيلو، بس عمل ايه حبة حلوين يعني. كل كيس حطيت فيه مرة واحدة للسحور، ما يتفضلش منهم، علشان مرة اعمله بسمنة وليمون، ومرة اعمله بكمون وليمون، ومرة بزيت حار وطحينة، ومرة ممكن اعمله بطماطم يعني كده يعني. جبت بقى طلعت الحاجة مربى وجبنة، بنحب الجبنة قوي اللي هي رودس دي بكل انواعها، ما كانت بتحبها بتقول عليها اللي هي عليها بقرة. وطلعت الزبادي واللانشون والجبنة الرومي، وهعمل بيض وهقلي بطاطس ونعمل فول. الطعمية بحسها تقيلة في السحور بصراحة، ما بحبش الطعمية على السحور، بتكون مليانة زيت. في ناس بتعملها بيبقوا شاطرين قوي فيها، فما بيحبوش يكون فيها زيت، فبيحاولوا يطلعوها ناشفة مثلا، او بيطلعوها ما فيش زيت. بس انا لما باجي اعملها بتبقى عايمة في الزيت، مهما صفيها بحسها اللي هي تقيلة، ما ينفعش على السحور خالص. فكل حاجة هنا عملتها ما تكونش فيها دسمة كبيرة. حتى البيض حطيت معلقة صغيرة كده سمنة بلدي. هتقولي لي سمنة بلدي فيها دهون ايه؟ لا، بس انا بحب البيض بالسمنة البلدي، ما مش ببقى مستلطفاه بالزيت. طلعت بقى البطاطس ورشيت عليها كمون وملح، بحب البطاطس عليها كمون، ما بحبش عليها فلفل. وبسخن بقى الفول ده بحبه، وانا ما بحبش الفول بحبه بصراحة، بحب اللي هو بتاع المطاعم المهروس ده قوي، وعليه ليمون وطحينة وكل حاجة. بس انا قلت اوفر واعمل زي الستات الشاطرين بقى، واعمل ايه فول في اكياس في الفريزر وكده زي الستات والبنات الشاطرين، وههرسه واعمله زي ما انا عايزاه بقى، بطماطم باي حاجه. هنا بقى جهزنا الفول والبيض والجبنه والمربى. المربى محدش اكل منها قوي عشان حاجه مسكره بتعطش، بس اكلنا منها حاجات بسيطه. والزبادي، وابو مكة كان جاب لنا العيش الصغير السياحي ده، بنسميه عيش سياحي علشان هو صغير شبه العيش البلدي الصغير كده، بس تحس اللي هو القطمة بتاعته صعبة قوي فما حبيتهوش. وده كان السحور بتاعنا واليوم بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكمان حبوا التفاصيل اللي في قلب الفيديو، حبوها معايا، حبوها. كل سنة وانتم طيبين، استنينوا فيديو جديد من فيديوهات رمضان.